كما نعلم جميعا كل عام تقام الحرب في مثل هذا الأمر. ما تيجي نتفق على أمر في وقت يسير قصير ولكنه مفيد. أنا مسلم، عقيدتي التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. المسيحي عقيدته عقيدة التثليث. أنا كمسلم لو عدت إلى عقيدة التثليث هذا خروج عن الدين، خروج عن التوحيد، هذا شرك بالله، هذا كفر بالإسلام وبالدين وبالله. عقيدتي كمسلم. عقيدة المسيحي كما ذكرت أنه لو دخل الإسلام وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فإنه يكون قد خرج عن عقيدته التي هي عقيدة التسليم. أنا كمسلم في نظر المسيحي لا أدخل ملكوت السماء. أنا كمسلم موحد في نظر المسيحي وفي نظر القساوسة والرهبان وفي نظر الكنيسة أنا لا أدخل ملكوت السماء. يبقى حتة العقيدة بيننا وبينهم قول الله عز وجل الذي قاله وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام: لكم دينكم ولي دين. ولكن تعالى نتفق على أمر المجاورة والمحاورة والمشاركة وبناء الأوطان، وهكذا لا بد أن تتضافر الجهود. والرسول عليه الصلاة والسلام تعامل مع غير المسلمين، تعامل مع يهود، تعامل مع مشركين، تعامل مع نصارى، وفرض على الأمة ألا تظلم أحدا. ولو كان هذا الأحد لا يؤمن بوجود الله، لو كان ملحدا لا يجوز للمسلم الموحد أن يظلم غيره. وعندنا أن هناك من دخل النار في هرة، امرأة دخلت النار في هرة حبستها. إذن الظلم عندنا محرم على الجميع. أكل الحقوق والنهب محرم عندنا. ظلم الجوار محرم عندنا. الإحسان إلى الجار ولو كان غير مسلم فرض عندنا. هكذا. فتعالوا نتفق في أمر المواصلة، أن نبني وطننا وأن نحافظ على أرضنا وأن نحافظ على ما تحقق من مكاسب عندنا ليستقر الوطن وتستقر الدولة. والحساب إنما هو بين يدي الله رب العالمين، إنما هو بين يدي الله رب العالمين. ولكن نقول الإسلام فرض عليك كمسلم حسن الجوار للمسلم وغير المسلم. الإسلام فرض علي أن أظلم غيري ولو كان غير مسلم. الإسلام فرض علي زيارة المريض غير المسلم كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأمور الاجتماعية فيما بيننا لا بد أن تكون على نوع من أنواع الإحسان فيما بيننا، الأمر الجم، التعامل الحسن. نحن نتجاور ونتشارك ويزامل بعضنا بعضا في كثير من الأعمال، ولن يكون هناك عمل يقام على سواعد مسلمة فقط أو سواعد مسيحية فقط. هذا يحتاج إلى المسيحي والمسيحي يحتاج إلى المسلم، وهكذا حتى تقوم الحياة وينشط العمل وتتقدم الدول.
هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدل على أمتنا الستر والأمن والسلامة والسلامة، اللهم آمين.